أنا عارف إنك مشغول وطول اليوم كمان ومش لاقي وقت حرفيا ما بين شغل ودراسة والتزامات وحاجات ما بتنتهيش. بس عمرك سألت نفسك قبل كده إيه هي الحاجة اللي بتعملها لنفسك وبس وكمان بتحبها؟ ممكن تفتكر إن الهوايات رفاهية، بس الحقيقة إنها من أقوى الأشياء اللي بتساعدك وبتحسن مزاجك. ومش بس كده، دي ممكن كمان تكون سبب كبير في إنها تغير حياتك. في البداية خلينا نسأل ليه الهوايات مهمة؟ الهوايات دي تركيبة غريبة فعلا، يعني بتحسن مزاجك. وما اقولكش بقى شوية حاجات جميلة، دوبامين على سيروتونين بتخلي جسمك راضي عنك. كمان بتقلل التوتر، بدل ما بتضغط نفسك في الشغل وبس بتاخد لحظة تريح فيها عقلك، فانت بالتالي بتقلل التوتر. كمان بتخليك اكتر انتاجية وبتفتح نفسك على انك ترجع للشغل. ده غير انها مع الوقت ممكن تتحول وتكون مصدر دخل تاني. تخيل ان شغفك الصغير بقى مشروع مربح. طيب السؤال ازاي تلاقي الهواية المناسبة ليك؟ انت محتاج تجرب حاجات كتيرة. جرب، ارسم، اجري، اكتب، تعلم تصوير، تعلم تطبخ. المهم تجرب وتستكشف. بلاش تغني، مش ناقصين ازعاج الصراحة. فكر في الحاجة اللي كنت بتحب تعملها زمان. صحي جواك روح الطفل اللي اختفى مع الوقت. يمكن تلاقي اللي نفسك فيه من تاني. مش هتخسر شيء لو اديت لنفسك كل يوم ساعة في هوايتك المفضلة. أهو دوبامين نظيف بدل الدوبامين السام اللي بناخده من السوشيال ميديا. بالنهاية الهواية مش رفاهية، دي استثمار في نفسك. جرب حاجات جديدة النهاردة وشاركني في الكومنتس ايه هي الهواية اللي بتفكر تبدأها.